بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم الإخوان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. فيديو جديد فيه بزاف ديال المعلومات. المعلومة الأولى هو كيفاش نعرفو الموتور تكولا والأسباب اللي كتخلي الموتور يتكولا. الموضوع الثاني اللي سولني على الكونسوماسيون بالنسبة للموتور فوكس 103 تتكونسومي ليسانس بزاف. موضوع اللي من موراه اللي سولني على الكلابي والثمن ديالها شحال تدير. موضوع اخر واللي سولني على الديراطاج، الموتور تيديراطي. وموضوع اخر اللي سولني على الزيت بالنسبه للموتور اللي نجا او فيه مكتوبه فيه 2% في الريزرفوار. نبداو على بركه الله. بالنسبه للموضوع الاول هو اسباب كتخلي الموتور يتكولا. بحال الموتور عندي دابا حاليا، دابا هادي مكوليه عندي، دابا هادي انا تكولات ليا. كيفاش تكولات ليا؟ نقول المشكل سببتو انا نيت. انا غادي نمشي ندير لها ليسانس، كبيت فيها الزيت العاديه ديك اللي تنوريكم الرخيصه كاع. كانت انا حيت كانت الريزيرف كنت خدمت به شويه، دخلت في الريزيرف مشيت ندير لها ليسانس. كبيت غير هذا، كنت مزروب وما غاديش العمل ديالي غير البومبا بعيده عليا بواحد 3 كيلومتر او 3 ونص. كنت ندير مع هذا الحال بارد. درت هاد الزيت هادي، درت غليقات من هنايا، غلاقه. مشيت للبومبا درت فيها 50 درهم، جاي بيها كسيريت عليها مليح. المهم جاي مكسير عليها مزيان. عادية تنقول البرد راه متكولها نورمال، حيت الحال بارد ماشي بحال الحال سخون. ضروري خصني نزيد شوية الزيت او تندير الزيت سانتيتيك. هذا دابا حاليا درت غير هادي، قلت الحال بارد مكاين حتى مشكل. ولكن اللي تفاجأت به هو ان جاي الموتور بدا يعطي واحد الصوت الاحتكاك الحديد مع الحديد وانا كنت جايب شي سرعه، جايب 58 هكاك. الموتور بحال شديتي تفراني. داك الحديد الاحتكاك مع الاخر، انا حسيت بداك الشيء فرانيت. صافي سكت الموتور في البلاصه. تندور هادي متدورش. المهم انا غادي نوريكم هادي راه مفيكسيه متدورش. المهم انا ما بين ديك البلاصه اللي جاي منها ما بعيدش على الدار، تقريبا واحد الكيلومتر ونص. المهم حيدت انايا هاد الكاش وحيدت الكروه باش نجيب الموتور خفيف، ما عندي البلاطو فيكس. المهم هادي دابا هادي مكوليه، هاهي تدور، ولكن غادا توصل هنا تفيكسا. هاهي تفيكسات. دابا شوف الدورة ديالها كي دايرة، مكانش الدور بحال هكا كاع. تفيكسي هنا، متبغيش تدور، توصل لهنا متدورش، متبغيش تطلع. المهم المشكل ديال هنايا حنا ما يمكنش نعرفو المشكل. واش طار السيركليبس، واش نقصان ديال الزيت، حيت انا ما باقي شي خصني نحلو عاد نعرف شنو كاين. لا طار السيكليبس حتى هو تيدير المشكل ديال الكولاج، ولا كان ناقص في الزيت تيدير المشكله ديال الكولاج. تفيكسي هادي متبقاش الدور كيما تتشوفوها، متدورش، تدور واحد شويه اللور كيما تبغي البيستون الفولا تدور تكمل البيستون طلع ديالو كامل ويرجع يهبط، ما تدورش لك نورمال. المهم قلنا السيركليبس لا طار تيسبب المشكل. المشكل الثاني هو الزيت. المشكل الاخر هو طريقه الروداج. ملي تكون مركب بيستون مزير وتتكسري عليه تيوقع عليه نفس المشكل، تيصيري مع الحراره ديال داكشي تيصيري. والاكثريه كنتي واخا تكون مقول ليه الزيت كاع وكان في الروداج يتصيري لك حتى هو. علاش؟ لان الموتور مزير كما قلت على حساب البيستون. المهم هنا في هذه الحاله الاصلاح ديال هادشي هذا خصنا نشوفو ونعرفو السيلندر واش يتبدل. جاب الله هذا السيلندر القديم اللي عندي عنده شي 5 سنين، الاخر ما بغاش نركبو مع الموتور مازال تيتيري. قلت خليه ما كاين لاش نحل بيستون السيلندر الاخر عندي، خليه تنحس الموتور بدا مات كاع بدا ينقص. ديك الساعه نبدلو ليه نديرو ليه نيطوايج. المهم حاليا دابا انا ما غاديش نحلو لانني عندي شي سفر، خصني نسافر على حساب شي شغل، ماشي هاد السفر على حساب فاش نرتاح ولا كدا، على حساب شي شغل. المهم تنرجع ان شاء الله عاد غادي نحل هادشي هذا وغنوريكم كيفاش داكشي شنو اللي واقع هنايا، هادشي اللي كاين. المهم من ناحيه الكولاج انا عارفه دابا مكوليه 100%. انا تنقول السيلندر اما الساق تهرسات مع داك السخونيه ديال الاحتكاك وسببت المشكل. الحل ديال هادشي هذا تيتبدل السيلندر والبيستون.
هذا هو الحل ديالو، ما كاينش شي حل اخر. الا كانت الضربه على حساب الضربه، كاين بعض المرات تيلصق وتيطلق، تكون خفيفه تقدر تكلاسيها غير بقى طرطاب وتيخدم من داكشي يرجع عادي. ولكن كاين الضربات اللي تيحفر، الضربه اللي كتحفر ما تترجع، ما يمكنش تصاوبها، غير الا كان السيلندر باقي مزيان تديه للتور، ضروري خصو ياكل منه باش يجيب لك بيستون كبر منه. وفي الحل ديالو هو تتبدل هنا، تتبدل السيلندر. المهم انا هادشي ما غاديش نحلوه، ندوزو للموضوع الثاني اللي ساهل شويه على الكلابي. بالنسبه للكلابي اللي تتباع في الحانوت بحال هادي تدير ما بين 30 درهم 50 درهم، كانت تدير 30 درهم 35. المهم دابا مع هادشي غلا غتكون واصله 50 درهم 60 درهم بحال هادي، تتخدم ولكن ماشي بحال الاوريجينال. هادي هي باقا جديده، ديجا كنت خدام بها انايا، ولكن راه الديفو ديالها راه محلوله من هنايا. انا ما تتعجبنيش هادي، كاينه فيها الاوريجينال ديالها، كاين لا لقيتيها بونو لا لقيتيها بونوكازيو، ولكن تكون هادشي هابط. الزيزوارات دايرين بحال هكا، انا نعبرك عليهم هكا. وبعض المرات تكون عندك انت اصلا الزيزوارات مزيانين، ولكن هادشي ما منيطواييش، داك الوسخ اللي تيدوز مع ليسانس هنا تيولي حال هادو خصهم يكونوا مسدودين. دابا انا نفخت فيها هادي ما تسمع لا صوت لا والو. والو ما خداماش هادي الموطور، لا صوت لا والو تسمع فيها. هادي ديماري الموطور، ماشي ما تخدمش، تخدم وديماري الموطور ويمشي، ولكن الصوت والتيراج يكون ناقص، تيبقى يرجع داك الغاز، هادي خصو يتسد، يكون هادشي مسدود. المهم كلاب اللي تنفضل انايا واللي خدام بها اناني، وعندي وحده وحاطها سوكور ديجا هضرت عليها، هي هاد الكلابي هادي. ديجا هضرت عليها، تكون فلينجا، ها هي هادي كلابي راه مخدمه في الموطور عندي نيتها هي راكبه هنا. المهم كنت داير مع كان دابا زياده في الموطور ضروري خصني ندير ليه، تيبقى يقيس ليا هنا مع حيط الكروه. المهم سمحوا لي الا قطعت في الموضوع، خرجت على الموضوع. المهم كنت درت هاد لقيت هاد البونجا في الطريق، لان تيبقى يقيس شي سكوس، تيبقى يقرقب ليا الماكينه مع الكادر، اضطريت ندير شي فونه، درت داك البلاستيك الساعه ما خدماش، بقات طايحه ليا تما. المهم بالنسبه للكلابي هادي اللي مركبها، هي بلاصه. المهم مركبها خدام بها عادي، ما كاين حتى مشكل. هي هادي ما تتباع جديده، لقيتها بونوكازيون. المهم نشوف الشكل ديالها كيفاش داير، تقدر تلقاها في شي بلاصه وتاخدها. المهم كنت واحد الوقيته كنت نقلب عليها، كانشوف لي واحد الثمن غالي. المهم هادي مخيره في الخدمه ديالها بالحق، تكون مزيانه وفي الريكلاج ساهله على هادي الا ما كنتيش معلم وبغيتي تطلع هاد الحديدات هادو تطلعهم هنا، غادي تحلك هادي، يتحلوا لك هاد الزيزوارات. المهم باغي تشوفهم راه محلولين واحد شويه، انا نهبطها تبقى محلوله شويه، تقدر تخسرها. خصك تكون معلم او داير شي معلم باش يطلع لك هادو بلا ما توسع هادو، بلا ما تخسر هادي. او كاين اللي تيحل هادي، تيحلها من هنايا وتيعاود، كاين اللي تيدير ليها الريفيو تيخدم بها عاوتاني، تيحلهم ويقادهم وترجع. لا هادي عندها البيسات تتحلها وتتحكم بها بسهوله. المهم الصوت ديالها داير مريقله، انا مخليها غير الموطور عندي، واخا عندي وحده. المهم هانت شوف الزوارات كيفاش دايرين مع هادي ومع هادي. المهم راه باينين، عام الصوت. المهم بالوحده لوحده. الصوت فيها مزيان. المهم ننصحك لقيتي بحال هادي راه مزيانه تخدم بها، حتى الاخرين خدامين، ماشي نقولك ما خدامينش، هما تيخدمو. ندوزو الموضوع الثاني بالنسبه للكونسوماسيون. بالنسبه للموتور فوكس، بالنسبه للفوكس يكون فيها سيلندر، الا كانت مانيفير تيكون فيها سيلندر ارسال او 47، تكون فيها كربيراتور 15، تكون في الفوكس مانيفير. كانت الفوكس
عاديه راه ما تكونسوميش ليسانس. الا كانت تكونسومي ليسانس وعندك موتور عادي، عندك سيلندر اش، المهم انا عندي ما تتكونسوميش ليسانس، ودير هادشي اللي داير انا راه ما تكونسوميش لك. ومثلا كاع عندك هادشي تتكونسومي لك، راه المشكل بسيط، راه تيكون شي حاجه تيكون اما الشاقمه مخنوقه، اما السيلندر واسع ميت، راه نورمال ما تجريش وما تاكلش لك ليسانس. اما الا كانت كتجري وكتاكل ليسانس، كتيري وتاكل ليسانس، راه تكون من السيلندر كبير، ارسال كاربيراتور 15 داير لها جيكلور على حساب 68 ولا 64، حاول نقص الجيكلور باش تكون تتكونسومي. عاوتاني كذلك الا مات الموتور وما كانش تيتيري ناقص في التيراج و تيكونسومي، راه تيكون الموتور ميت. ولا كان تيجري الموتور مليح، غتكون السيلندر كبير فيها نورمال تاكل عادي، ولكن خصها تعطيك في الطريق، ماشي ما تت... ما تتجريش وتتاكل. فرق كبير، الا كانت تتجري وتتاكل ماشي مشكل، عندك ماكينه كبيره مزيانه راه ما فيها حتى مشكل، راه هكاك تتكونسومي، تقدر تلعبها غير على الجيكلور، تنقص الجيكلور شويه وصافي. اما كانت عندك ما تتجريش وكتكونسومي، هذيك راه تتكون من موتور عند ميت فيه اللورمات، داكشي تيدور مدقدق ثقيل، عليها تتكونسومي وما تتيريش. المهم باينه. ندوزو الموضوع، نجيو لهنايا، ندوزو الموضوع الاخر ديال الديراطاج قبل ما نمشيو للزيت اللي سولني على العبار ديال الزيت. بالنسبه للديراطاج نبداو داكشي باختصار او الكره. الديراطاج الاغلبيه تيكون من الضوء، عاد نجيو للكربيراتور تيكون من الضوء. هاد الخيوطه هادو يكونوا مريقلين، ستالاسيون ديال هاد البوبينه هادي ما يكونوش ملاصقين، راه بعض المرات مع السخونيه وهادي واخا تيبان لك الخيط هذا مزيان تيكون مع الاحتكاك مع بعضياتو تيكون مشى هداك البلاستيك تيولي ملاصق مدوز لاماس، يولي يسبب لك مشكل ديال الديراطاج الموتور، وانت تيسحب الكربيراتور والكربيراتور ما فيهاش مشكل. ولكن المشكل هنا هو ما باينش، تيكون الخيوطه مغطيين. هنا خصك تحضي مع هاد الخيوطه كاملين ديال الديراطاج. والفيشات اللي تيكونوا راكبين في السيديه، الفيشات ما يكونوش تيترعدوا. الا كان الفيشات تيترعدوا راه دير لك الديراطاج، عاد توصل واحد السرعه 40 30 تبقى الديراطي. تنظن باينه. السيديه تكون عندك مزيانه، السيديه الا كانت بدات تتموت الا سكتات متبقاش يخدم الموتور، ولكن تبقى الديراطي الا كانت بدات تموت تولي الديراطي. هي ماشي نقول لك كلمه الديراطي اللي تسكت ليه في خطره، انا من الناس اللي سكتت ليا كاع، كنت خدام بها تسكت مبقاش يخدم الموتور كاع، تركب سيديه تخدم. وكاين الناس اخرين تلاقيت معاهم تيدير لي من الموتور الديراطاج، منين تلقاو السيديه تنبدلو سيديه اخرى تيولي الموتور عادي نورمال. المهم كملوا في اطار الديراطاج. تنجيو قلنا الخيوطه هادو يكونوا مريقلين، انستالاسيون ديال الضو تكون مريقله، ما يكونش فيها داك الشيء، راه تيكون ملاصق ومتشكوش، ولكن مع ذلك كان المشكل كانت وقعت فيه. المهم نجيب لكم واحد الطابلو ديالي باش تشوفوا داكشي بعينكم. هذا نجيو هنايا، هذا كنديريت انا واحد المشكل هذا. المهم هذا الطابلو ديال 3 الخيوط ديال هادي تماما ديالها، فيه 3 البوبينات، بوبينه ديال لاليماج، هذا بالحق اوريجينال. المشكل حنا قلنا ديال الديراطاج شنو تيسبب لك، وتتقول الخيوطه ما كاينينش، الخيوطه عندك مزيانين. هانت شوف دابا هاد الخيوطه ديالو كي دايرين، نقيين ومزيانين، هانت هما كانوا مغشين. انا كندير لي واحد المشكل ديالاش، المشكل اللي كان تيسبب لي هذا انه ماشي تيديراطي، كان الضو تيبقى يتحرقوا ليا البولات وتيبقى يرمش الضو، تنبقى نبدل ل 24. المهم واحد الوقيته كان حيرني هذا المشكل هذا، عاد من بعد اكتشفتو. ما نقولش لك اكتشفتو غير بالصدفه، ما نقولش لك اكتشفتو جيتو. ها المشكل هذا كان تيحرق ليا البولات. شنو هو الموتور تيمشي، ما نقولش لك تيديراطي، ما كانش يديراطي عندي، كان تيحرق ليا البوله. هذا الخيط هو الصفر ديال الضو، شوف كيفاش دايره من هنايا. ومعليش الضغط يعني بعيد على هادشي، ماشي بحال هنايا ولا نقولو وملوي، ومع ذلك تقطع ليا الخيط.
شو الحمر كيفاش داير، ها هو تا هو تقطع من هنا ها راسو، ودوريجين خيوطه، ما نقولش خيوطه عاديين، وكانوا مغشين. المهم حد ديش داك المشكل، حاجه هادشي تيكون مغطي ما تتوصلش ليه، تيكون بعيد عليك هادشي، ما حدك تطلع ليه من هنا تتجرد الخيط هذا تتشوف تيبان لك الخيط تيكون هي راكبه، تكون راكبه بهاد الطريقه هادي، تتحل الخيط ما تيبانش لك هادشي. انا كاع ما كان تيبان مع الوسخ هنا ما تيبانش هادشي، طليت ما تيبان ليا والو، تيبان لي خيوطه مزيانين. تنشوف هادشي من هنا تيبان لي خيوطه صحيح، هذا كيفاش هذا ما يمكنش، خيوطه مزيانين كيفاش، هو راه المشكل ها فين كاين. المهم هادشي نتمنى يكون هادشي باين، ها الخيوطه هذا اللي كان يسبب لك مشكل، اما الديراطاج، اما الضو ضعيف، اما يبقى يتحرق لك البولات، اما يبقى يرمشو. كان واحد الفتره عندي كان تيبقى الضو تيبقى يرمش عندي الضو حتى تتحرق البوله 12 والريغيلاتور مزيانه، وانا مش عارفه ماشي تنقول شي ماس كاين عندي، ولكن تنقلب الخيوط راه ما تنشوفوش. قلبت هادشي كامل، تنقلب هادشي من هنايا، تنبقى نخدم الموتور وتنبقى نكسيري وتنشوف، تنقيس من هنا ونقيس من هنا ونقيس من هنا ونقيس من هنايا، باش زعما لا الا تقاد ليا الدوره غادي صافي انا نقول المشكل من هنا، والو ما هذاك المشكل بقى واحد 20 يوم عاد اكتشفت هذاك المشكل. دزت على كلشي، عاد مشيت للفولا قلت نحل الطابلو، حليت الخيوط عاد وانا نشوف المشكل. قلنا عاد تجي المشكل ديال الكربيراتور اللي كان الجيكلور كان مخنوق، تتبقى الديراطي. كان البوجي عندك عيان تتبقى الديراطي. كان الفيشات ديال السيديه ما مزيرينش راكبين، ماشي هما راكبين ولكن تيبقاو يلعبوا في بلايصهم، الفيش مخشي ولكن تيبقى يلعب، هذاك تيسبب الديراطاج. كذلك الجيكلو ديال الكربيراتور تا هويا لداخل تيسبب مشكل ديال لارانطي ومشكل ديال الديراطاج تا هو، تبقى تبارك على ستارتير، بارك عليه باش الموتور يخدم باش يمشي. ستارتير طلير خصك تبقى بارك عليه عاد يخدم لك، هذاك تيكون من الاخر. اما ما تبقى الاخرين تيكون كما قلت لكم راه داكشي باين. ندوزو للموضوع الاخير هو الزيت. نجيو لهنا بغاني تسولني على العبار ديال الزيت ديال اللينجا، فيها 2%، فيها 20 فيها 2%. بالنسبه للزيت وانا تيبدا تندير 3 ديال الغلايق صغار، 3 الغلايق صغار ربما هادي بحال هادي. المهم هادي الزيت حتى هي دوطون تنستعملها حتى هي، ولكن دابا ما نبقاش نثيق في هادشي هذا، لا في البرد لا في الشتا، صافي دازت عليا دابا هادي. المهم تنستعمل الا درتي 3 من هادو راه زايد ليها الزيت. هي تيقول لك 2%، هي تعطيك مثلا، انا جبت هاد البرا هادي هي تعطيك 20 مليمتر. هاي الا عمرتي هنا مثلا عندك 2%، وكاين تلقى فيها 4%، خصك دير 2 من هادو. بحال الموتور عندي انا فيه 4%، انت عندك 2%، خاصك كل لتر ديال ليسانس دير فيه 20 مليمتر. هاي بحال هاد البراد تتسمى يطرو، ولكن في الاساس تيبقى الاختلاف فاش تيبقى في النوعيه ديال الزيت. من الاحسن تزيد، تدير 3 الغلايق صغار تعطيوك كتار من 20، ولكن تتبقى الموتور مزيت. هنا ما تتخافش على الموتور من واحد الناحيه، ولكن الا درتي 20 الحساب القانوني اللي قال لك المصنع، ولكن تقدر تقولها لك لان الزيت، النوعيه ديال الزيت نوعيه رديئه، ماشي زيت كاليتي. تبغي تخلط تلا درتيها تخلطها مع زيت نوعيه تكثر من هذه ودير شي غرايق اخرين من زيت اوريجينال باش ديك الزيت ندامج مع داك الشيء وما تخليش الموتور يشكولها، تكون هذيك كثيره وتكون داير واحد الغلاقه ولا غلاقه ونص من الاخرى، لان الموتور الا نقصاتو شويه ديال الزيت او هذه ما تتشحف. انا راه ما خرجتش به بزاف، راه المسافه شي 3 كيلومتر وراجع، شي قطعت به واحد 2 كيلومتر، ولكن كنت جيت كان الطريق خاوي جاي مكسير عليه، ما كنتش غنتظر توقع غادي يدير بحال هكاك. من الاحسن تكون الزيت زايده وما تكونش ناقصه تتسبب لك مشكل خساره. زايده
ما تسببلكش ماشي شي خسارة. الموتور تيكون الموتور شي شوية تيمشي، ماشي ما تيمشيش، ولكن ملي تكولاش لك تكون الشاقمة واحد المدة ديال 6 شهور عادي تبقى تعمر الزيت. هادشي اللي كاين. اما باش تاثر لك على الموتور ما تاثرش لك على الموتور. الا كانت الزيت زايده تيبقى ديما الورمات عندك مزيانين، السيلندر مزيان، واخا داك الشاقمة تتخنق ولكن داكشي تيبقى تطول ليه الموتور مدة اطول. ماشي بحال الزيت ناقصة تيكون الموتور فعلا الموتور تيجري. الا كان الزيت ناقصة العبار هو هذاك تيكون الموتور تيتيري على الزيت زايدة، ولكن تيكون في الكولاج في البلا يقدر يلصق لك، لان حدك ما تعطيه شي طريق هادي تا بوحدو يدير بحال هكا ما تفهم والو. المهم وصلنا لنهاية ديال الفيديو. نخليكم هاد الساعة وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.